السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عصير الليمون مع النعناع من ألذ وأطعم العصير اللي ممكن نعملها في رمضان والحاجات المنعشة، بخاصة في أيام الحر. وعشان نعمله زي بتاع محلات العصير بالظبط، ركزي معايا في الفيديو ده لأن هو سهل وبسيط، بس طعمه بيكون مختلف صراحة. هنحتاج أول حاجة كوباية إلا ربع مية مع كوباية سكر، هنحطهم في طاسة وهنضيف لهم نقطة عصير، نقطة لون أخضر، نقطة بس تعزز اللون كده يعني. مش بنستخدمه على طول، بس خلينا نستخدمه المرة دي مش مشكلة. وبعد كده هضيف لهم كمية، احنا حوالي حزمة نعناع كده. انا النعناع ده مقطعاه وغسلاه ومصفيه، بس بتقطعيه في الورق بس كده وتحطيه كمية مناسبة، يعني حوالي كوباية مليانة كده ورق نعناع، واحطهم على النار يغلوا لحد ما تطلع النعناع كل الطعم والسوائل اللي فيه، واسيبه واركنه على جنب يبرد. هاجي في كوباية او طاسة اي حاجة، هعصر حوالي 4 ليمونات كبار او 5 على حسب الكمية اللي عندك، او حسب ما تحبي، يعني حباها من مركز زودي الليمون. ماشي، واصفيهم وانزل بهم في الخلاط على كمية من التلج، مع كمية المية اللي انت محتاجاها، اللي هتعملي بيها اللي انت هتستخدميها في العصير. ضيفيها على الليمون وضيف عليها تلج، وهنضرب كل الكلام ده في الخلاط لحد ما العصير يعمل معانا رغوة كده حلوة ويتجانس مع بعضه مع التلج مع المية. بس بعد كده بقى بجيب كمية تلج من المكعبات تلج يعني، وابرشها كده، اكسرها لاني هحطها في الكاسات بتاعة العصير عشان تفصل بين العصير المركز ده. بعد ما اصبه في الكوبايات هصب جزء معين تحت كده، يعني حوالي مثلا 2 سنتي في قعر كل كوباية. طيب بعد كده بنزل بالتلج فوق المادة المركزة بتاعة النعناع ديت عشان تفصل، عشان العصير ياخد معانا درجات الوان كده. فانا ازاي يبقى فوق فاتح وتحت غامق، وشغل المحلات العصير ده بالطريقه ديت، ان انا هنزل بكميه تلج مجروش في فاصل بين التلج وبين الميه اللي احنا هنصبها عصير الليمون، وبين اللون اللي تحت. بس زي ما انت شايفه في الصوره كده، بتحط التلج بيفصل شويه، يقوم يديكي معاكي درجات الوان. هتلاقي فوق فاتح وتحت غامق، وبكون كمية ونزل بها شرايح ليمون كده كديكور يعني. و... واستخدم طبعا مصاصات، وده بيكون المنظر النهائي. والله العظيم، وكان طعمه بصراحة جميل جدا جدا، يعني فعلا منعش. فجربيه هتعتمديه على طول ان شاء الله. بس كان فيديو بتاعنا بسيط وسهل وسريع. يا ريت تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.